انا ومحمد قعدنا 4 سنين مخطوبين، كان معانا شقة وبعناها واشترينا شقة تانية. الموضوع كان صعب، كان محتاج تعديلات كتير، لكن الحمد لله النتيجة كانت احلى من التوقعات. يلا بينا نشوف رحلة الشقة. دلوقتي انا في شقتي. طبعا اكيد الفيديو ده هينزل بعد ما نوريكم ان احنا جبنا الشقة اصلا، يعني انتوا فاهمين. الشقة اول ما خدناها كان فيها شوية مشاكل، وكان كل واحد بس عيب ما بنقولش كده، ما بنقولش للناس كده. شقة عايزة شقة. ايوه شقة عايزة شقة بقى. فكان فيها شوية حاجات كل واحد كان برأيه، كنت كل ما اجيب صنايعي او اجيب اي حاجة كان برأيي. فقررت ان الموضوع ده مش يعني ينتهي بمهندس الديكور، اجيب مهندس ديكور شاطر، اهم حاجة يبقى من اسكندرية عشان يقدر يجي في اي وقت ويقول لنا ايه اللي يتصلح، ايه اللي يتصلح وايه الحاجات دي. جبت استاذ محمد. السلام عليكم. استاذة منى. السلام عليكم. هي مكسوفة شوية، مكسوفة شوية. تطلع؟ لا مكسوفة ماشي. لسه في ناس تانية. في استاذة ورانا ايه. فاستاذ محمد دلوقتي هيشرح لكم هو يعني هيصلح بقى الشقة دي ازاي. احنا هنطلع من بره خالص ونخش. اول حاجة سوري بس على الصوت، عشان طبعا زي ما انتم شايفين الشقة فاضية فالصوت هيكون مسمع، فيلا بينا نطلع على بره بقى. يلا كده الباب اهو الباب. تعالى اشرح لهم. انت سايبنا. ماشي اتفضل يا عم. هنا الشقة زي ما احنا شايفين كده، أول ما بخشوا من الباب في حيطة وفي غرفة في وش الباب على طول. شايفين دي أول في حاجة غرفة. شفناها يعني. هاكل ساي. في حيطة وفي غرفة في وش الباب على طول. فاحنا الجزء ده هنا في ظهره على طول. بعد كده عندنا هنا الريسبشن. المفروض الجزء ده كده اللي هو بتاع الريسبشن مفتوح على بعض. كان هنا المطبخ والحمام مفتوحين على الريسبشن بس مساحته مش كبيرة. المطبخ والحمام الحمام والمطبخ مساحة مش كبيرة زي ما احنا شايفين. ودي كده غرفة تانية. تمام؟ دي غرفة المفروض اوضة النوم. يعني طبعا عندي الغرفة دي والغرفة اللي قدام الباب هم اللي مقفولين يعني. تعالوا اوريكم اوضتي. دي الأوضة التانية. دي الغرفة التانية. هنا المفروض هيحصل ايه؟ من هنا كده. ايوه. تمام. احنا قلنا هنسيبه القاعدة زي ما هو. بس هنبني من هنا كده من بعد الباب على طول. هنقفل الجزء ده. هخش من الباب كده على هنا وهشيل الجدار ده. هفتحه على الريسبشن من ورا. فانا دخلت كده اول حاجه في الشقه الريسبشن على طول، المساحه واسعه معايا. وعندي كده تهويه هنا، فبالنسبه لي الدنيا تمام يعني. حاجه هنا الجزء ده اللي انا قفلته الممر ده هيبقى مقفول مش هنعرف الممر ده هظبطه. هي كده مش هتعمل طرقه، هتقفل الطرقه. لا مفيش طرقه، انا هستغل بقى المساحه بتاعت الممر وهنقل الحمام بدل اللي هو هنا هدخله هنا في الممر عشان مساحته صغيره جدا الممر، فهظبطه هنا هيبقى في الجزئيه دي. وهكسر الجدار ده اللي هو ما بين الحمام والمطبخ وهفتح الاثنين على بعض، هيبقى المطبخ عشان يستوعب بقى الاجهزه والحاجات اللي موجوده كلها. فهكسر الاثنين دول على بعض وهفتحهم، هيبقى المطبخ مساحته كبيره وهنعدل مكان الباب بتاعه. وهبني هنا برضو تكمله بقى للحيطه دي ان انا اسطر المطبخ، فيبقى المطبخ بالنسبه لي متداري، المطبخ والحمام هيبقوا متداريين. يعتبر نقلت الممر من هنا جبته هنا في الجزئيه دي. المطبخ كده صح؟ هنا في النص كده الجزئيه دي. ده في المطبخ. تمام. وهنقفل هنا الجزء ده. الغرفه دي هتعمل لها باب هنا. ودي كده هتبقى ليفنج روم. تمام. هتعمل لها بقى ركن مثلا حرف ايه، وهيبقى في هنا اليونت بتاعت الشاشه والكلام ده كله، وفي برضه جزء هنعمله فيه كوفي كورنر. هيبقى الليفنج روم هنا. يعني الشاشه هتتحط في البانل. وهنا ده المدخل بتاعه هيبقى من هنا. وهنعمل هنا كورنر وهيبقى الغدار اللي هيبقى ده هيبقى في اليونت بتاعت الشاشه في الجزئيه دي. وبعد كده عندنا الجزء الثاني اللي هنا ده اللي هو غرفه النوم. هنا طبعا هنشتغل بقى على توزيع الاجهزه والحاجه بعد ما نعمل التعديل. انا عايزه اقول لكم ان انا شفت رسمه، هم وروني رسمه موجوده حتى فين هحط الثلاجه، متخيلين؟ كنت متحمسه بيها قوي، لازم اعزمها لكم هنا في الفيديو. بس هنا كده بقى الجزء بتاع غرفه النوم، طبعا احنا خدنا الدايمنشن الابعاد بتاعت كل حاجه وبدانا يعني نقسموها ونوزعوها على اساس تيجي في المساحه هنا مظبوط يبقى في ممرات حركه مناسبه. بس هي دي الدوره التعديلات المعماريه اللي احنا بنشتغلوا عليها. ربنا يسهل وخلصوها كده وتشوفوا الشقه بقى كمان شويه شكلها هيبقى عامل ازاي ان شاء الله. تبقى تحفه.
يلا بينا نخبط على عرسان. على عرسان مش عايزين. لا تعالى هنا. ايه يا باشا؟ اول حاجه طبعا التغيير الباب ده اولا ده تغيير الباب. خشي بقى. بص اول حاجه، لا انتوا هتشرحوا لي بقى. ايوه ما انت خشي. اوكي ماشي دخلنا. دي كانت المفروض يا جماعه الاوضه اللي قدام الباب، صح كده؟ حطينا ده يعني فتحنا الاوضه دي على الريسبشن كله بالظبط. هو هنا المفروض كان في طرقه مكان الحيطه دي. هو الشقه كانت اصلا يعني ما كانش فيها جبس، كان اول ما تخش من الباب كان الحيطه دي المفروض طرق توزيع، وريلهم وهنا كانت اوضه. اوكي وريلهم جبس فوق. بصوا بقى هم عملوا الجبس ده. اول حاجه عايزين نشكر قبل اي حاجه مين؟ لا طبعا الباشمهندس محمد فوزي بصراحه تعب معانا جدا، مشكور طبعا، عامل مجهود بصراحه فظيع صحيح. والمشمهندسه منى برضو كانت بتساعدنا على قد ما تقدر، وكانت بتقول لنا حاجات ان احنا نعملها، وبصراحه كان احلى حاجه. تحفه يعني. تعالوا بقى واحده واحده اوريكم الجبس زي ما انتم شايفين. بصوا مبدئيا هنقفل الباب وهخش معاكم واحده واحده. اول حاجه الباب زي ما انتم شايفين ده من اختيار مين؟ روان. ايوه انا عايزه كل حاجه يتناسب مع بيتي. اختيار روان. تمام. اول الدخل اهو زي ما انتم شايفين حطوا جبس هنا. مين اللي عمل رسمه الجبس؟ الباشمهندس. يلا تمام. دي هتحطوا فيها ايه؟ دي هنحط فيها الانتريه. تمام تمام. وغيرنا الشباك ده خليناه الخاف. ايوه. بس واحنا بعد ما يعني شلنا الحيطه دي بقى يعني باشمهندس اقترح ان احنا نحط البارتيشن ده بحيث يفصل بين السفره وبين الانتريه يعني بالظبط. يبقى فاصل ومش فاصل. بصوا حطوا هنا بروفايل ليد زي ما انتم شايفين. طبعا دي كانت طرقه هم خلاص عملوها، هتشوفوها هم عملوها ايه. كانت طرقه وبقت اختراع. بقت اختراع فعلا. هنا الانتريه وهنا السفره مكان السفره، وكل ده حاجه الجبس يا جماعه بتاعها كل حاجه متاخده بالمقاسات، وكل حاجه ان شاء الله تيجي مظبوطه بالملي. طبعا يا جماعه هنا كان في شباك اتقفل. شباك ايوه هتلاقوه اتقفل عشان نحط هنا النيش. تمام. نخش بقى. استني بقى هو يخش معانا. يلا خش. ايوه اختراع. خش. كانش محضرنا ايه. اول حاجه نخش على المطبخ زي ما انتم شايفين. نشكر الاول استاذ اسلام هو اللي عمل لنا المطبخ. عايزين شويه بس بجد في الاخر هو كان في السعوديه، وفي الاخر انقذنا بصراحه. ايوه المثال بصراحه يعني عمل شغل فظيع، وبعدين عمل حاجه لسلمى في دماغها. وهو يعني هو كان الاول سلمى كانت عايزه حاجه معينه، وبعدين هو قال لها مش هتنفع وكده، وهي صممت فعمله لها، ولما اتحط على ارض الواقع ما عجبهاش. ومع ذلك رغم ان سلمى اللي مختاره، بس لا يعني كان عنده بالانس ان هو ممكن خد الحاجه تاني وعدلها من الاول وجديد، وعملنا رسمه من اول وجديد. كل ده طبعا مجهود فظيع في يوم او يومين. فبصراحه مشكور جدا يعني، ان هو ما شاء الله شاطر جدا وذكي يعني. بينا نخش الاختراع. خش معانا الاختراع. عتيتو اللي هيخش الاختراع. اقفل الباب الاول. اقفل الباب. ايوه. مبدئيا اول حاجه دي كانت الطرقه. بصي هو اكتر حاجه عجباني في المكان ده ان انا ما كنتش مقتنع. اول ما سمعت الفكره قلت طبعا ازاي وانتوا يا جماعه بتهزروا، انتوا ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ هتكلف كنت كتير. متوقع طبعا يعني حاجه في تكلفه ايه نجيب سويرس، فقلت لا طبعا مش هعمل كده، ده الموضوع مكلف جدا. بس هو قال لي لا ايه ده ونحسب تكاليفها مع بعض وان شاء الله. حتى انا ما كنتش متوقع لان الطرقه كانت صغيره، قلت الموضوع مش هيبقى حلو وهيبقى كاني ما عملتش حاجه وبتاع، بس الموضوع بصراحه يعني فرق. هو ده البيبي. بس يا جماعه دي كانت طرقه. عملنا كابينه جوه. اول حاجه عملوا اهو. بصوا دي هتحط فيها مرايه. الحوض. ضلفه. استنى اهو. تمام. احنا ولعنا السخان. في بقى عندهم حاجه شفط تحفه. بص ده الحمام. يا جماعه دي بجد كانت الطرقه بجد يعني. بس زي ما انتم شايفين عملوا كابينه شاور. قاعده سوفت. هذا سوق. بس اختراع.
يعني ما توقعتش مهما حد كان يقول يعني لنا؟ يحلف لي ان الموضوع هيبقى كده ويبقى الحمد لله الحمد لله الحلاوه دي ما كناش يعني هنصدق. بس انا ما كنتش فعلا مصدق، بس الحمد لله يعني الموضوع بس انا هقول حاجه، يستاهل. اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي احنا شفناه في في رسمة. رسمات. السينما. انا وروان وعايزه اقول لكم ان دي ميزه ان يكون معاكم مهندس ديكور او معماري بيساعدكم في كل التفاصيل دي. انا اصلا كنت يعني بحسب ان انت تشتغلنا جدا. احنا اول ما شفنا الرسمه قلنا له معقول دي الشقه بتاعتنا؟ اكيد لا يا جماعه. لما سمعوا الرسمه الجديده عمالوا طب فين الطرقه، طب فين مش عارف. يلا اهي هقول لكم التصليح الثلاث حاجات اللي اتعملوا فينا. اول حاجه اتعمل فيها الفيوتك اللي انتوا زي ما انتوا شايفينه شايفين بالليل، واتعمل ورق الحائط اللي هو يبقى ورا السرير. وهنا الشباك ده كان صغر. هنا كان هنا صغر نقلوه وصغروه عشان مقاس الدولاب. بالظبط. والنجفه بتاعت روان يا جماعه. والنجفه بتاعتي يا جماعه الليفنج اللي هي القعده اللي هي هيبقوا قاعدين فيها على طول. ده الجبس برضو هو تقريبا الجبس موحد في الثلاثه. بس هنا بيت نور فلات. وفلات مع بعض. اوكي. دي اول حاجه. بصوا بقى اوضه قصدي مكان التلفزيون. ده مين اللي اقترحه؟ روان مين اللي اقترحه؟ معرفش. انا اللي اقترحته. ده ذوقي انا. المهم اهو استغفر الله انا بس عايزه العظيم. اوريكم ده. بصوا بصوا اهو الإضاءة ده الورم اللي هيفضل موجود اهو. كله ده هتشوفوه. ابتدي اهو بالظبط. بس احنا قلنا كده حاجه سريعه ان احنا نوريكم قبل بقى ما الدنيا تتفرش ويبقى زحمه شويه وان شاء الله استنوا فيديوهات كتير الفتره الجايه. صح؟ بس انا عايز اقول لكم بجد موضوع التوضيب ده حقيقي مش سهل خالص. الموضوع متعب جدا 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 ذهنيا وجسديا، ورغم ان انت ممكن يعني انا كنت يعتبر بساعد بس يعني بعمل حاجات بسيطه، بس بجد تعبت جدا ونفسيتي كانت في الارض وكنت مجهد بشكل فظيع وما بنامش وحاسس الدنيا مش بتخلص يعني بصراحه. بس الحمد لله يعني ربنا بيسر الامور في الاخر، وربنا يعين يعني اي حد كان في مكاني او ربنا يكرم اي حد هيخش المرحله اللي انا بخشها. اقول له ما تقلقش، والموضوع على قد ما هو متعب قوي وعلى قد ما هو صعب بس الحمد لله يعني بيعدي في الاخر. مالكوش دعوه بالهبله دي. نشوفكم خير باذن الله. فيديو جاي. باي باي.